السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الواقعة بتاعتنا النهاردة من المنوفية من شبين الكوم. عامل خرد عنده 29 سنة. الراجل دوت متجوز وعنده ولاده ومراته عندها 22 سنة. هما الاتنين حصل بينهم خلافات زوجية. الخلافات الزوجية يا اخوانا بتحصل في كل البيوت. ما هو لازم، ما فيش حياة بتمشي كلها حلوة، لازم بيكون في خلافات زوجية. ولكن الخلافات هنا بتختلف بقى من بيت لبيت ومن عقلية لعقلية. المهم اللي حصل هنا ان هما الاتنين كانوا دايما الناس بتسمع صوتهم، وكانت دايما تاخد بعضها وتروح عند اهلها. من كتر ما هي بدأت تروح عند اهلها، كل شوية تروح عند اهلها، هو بقى خلاص اتجنن منها، انه بدأ قال لها ما انتش رايحة عند اهلك. طبعا مصممة ان هي تمشي. عمل ايه؟ جاب حديدة وراح ضاربها على دماغها لغاية ما ماتت، وخد بعضه وفر هاربا. طبعا على طول الأجهزة الأمنية بدأت إن هي تدور عليه وتكثف مجهوداتها، والناس طبعا كلها قالت إن إحنا شفناه وهو بيجري. البيه بعد ما قتلها خد ولاده وراح اداهم لأمهم. بعد ما البيه بعد ما قتلها خد ولاده وراح ادى ولاده لمين؟ لأمه، وقال لها خدي الولاد خليهم عندك عشان أنا قتلت مراتي، وخد بعضه وهرب. طبعا هنا الأجهزة الأمنية لما جت وشافت الواقعة كلها، وهو طبعا خد الولاد وكان بيجري في الشارع، الناس طبعا كانوا سامعين الصوت والصوت، ومرة واحدة الصوت انقطع. دخلوا البيت عندها لقوها مرمية مقتولة. هنا على طول طبعا الأجهزة الأمنية قبضت عليه. كل ده علشان خاطر إيه؟ خلافات زوجية تؤدي في الآخر إن إحنا أقرب حاجة كده إن أنا أجيب أي حاجة جامدة جنبي وأضرب وأموت. يعني خشبة، حديدة، أخش المطبخ أجيب سكينة. ليه؟ علشان خاطر إيه ده كله؟ ده بينكوا عيال، مش للدرجة ديت. كل ما الزوجين يتخانقوا مع بعض يدخلوا المطبخ ويجيبوا السكينة أو أضربها بآلة حادة وأموتها، والضرب كده على طول على الدماغ للدرجة ديت. أديك ضيعت نفسك وهتاخد في الآخر إعدام، الله أعلم بقى، ولا ممكن يكون ضرب أفضى إلى موت، وحرمت ولادك من أمهم اللي ماتت. لله الأمر من قبل ومن بعد. أشكركم جدا. أتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.